الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فإن من أعظم ما ينكد حياة الإنسان الدينية والدنيوية هذا الأمر العظيم وهو الوسواس. فالإنسان متى ما دخلت الوساوس في حياته أفسدت حياته الدينية وأفسدت حياته الدنيوية. فمتى ما استطاع الإنسان أن يتقي هذا الشيء فالواجب عليه أن يتقيه. ولذلك قال الله عز وجل آمرا لنا أن نستعيذ من شر الوسواس الخناس، فقال عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. وهذا الوسواس الخناس معنا من صغرنا. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء فمن خلق الله عز وجل، فإذا بلغ ذلك فليقل آمنت بالله ورسله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فأعظم ما ينبغي توقيه الوساوس، فإنها تولد كالشرارة الصغيرة، لكن إذا استجاب الإنسان لها فإنها تكون نارا مضطرمة لا يطفئها شيء. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى 3 قواعد إذا اعتمدها الإنسان في حياته وفي سيره إلى الله عز وجل فإنه سيسلم من الوساوس. القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك، فإن أعظم بلية الموسوس أنه يريد في كل أموره أن يصل إلى مرتبة اليقين، فتجده يجعل شكوكه يقينية، وهذا من أخطر الأشياء. فمتى ما تجاذب أمرا يقين وشك فالواجب عليك أن تعتمد اليقين وتطرح الشك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. هذا هو الواجب علينا، وهي اتقاء تلك الشكوك وعدم إعمالها. القاعدة الثانية لا يجوز أن نبني على الأوهام النفسية أحكاما شرعية. الأحكام الشرعية لا تبنى على وساوس الصدور، ليس كل شيء توسوس فيه تبني عليه حكما أو تبني عليه عقيدة أو تبني عليه تعبدا. فالأحكام الشرعية لا يجوز بناؤها على شيء من خلاجات النفوس ولا من شكوكها ووساوسها وأوهامها. القاعدة الثالثة لا يعتبر الشك من كثير الشك وبعد الفراغ من الفعل، فإذا عرف الإنسان أنه كثير الشكوك فلا يجعل شكوكه مشكلة تحتاج إلى حل، ولا ينبغي أن يفسد عبادته بسبب كثرة شكوكه. فمتى ما كان الإنسان كثير الشك فعلاجه أن يلتهي وأن يلهو عن هذه الشكوك وأن لا ينظر لها بعين الاعتبار. وكذلك الشكوك التي لا ترد على عقل الإنسان إلا بعد العبادة فإنه لا ينبغي النظر لها. توضأ ثم شك فلا تنظر إلى شكك، صلى ثم شك فلا تنظر إلى شكوكك. فإذا اعتمدت في حياتك وسيرك إلى الله، فإذا بنيت سيرك إلى الله عز وجل على هذه القواعد فأنت على